يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني قدوتنا كلنا كان بيستعيذ من الكسل، العجز والكسل والفقر والحاجات دي كلها. بتتمرن، لازم تتحرك. ما تقوليش بقى انا معيش فلوس لكذا، تمن عجلة، اشتراك الجيم. الجيمات دلوقتي في من اول الحاجات اللوكال خالص اللي ب 200 و300 و400 جنيه في الشهر، لحد جولدز جيم والحاجات اللي هي ب 10 وب 20 الف في السنة، مش في الشهر. دي حاجة بقت متاحة، واللي عايز حاجة يعني هيعملها. انت لو عايز تشتري ايفون هتخش جمعيه وهتقسط وتشتغل اوفر تايم وتستلف هتعمل العجب عشان تشتري التليفون اللي انت نفسك فيه، عشان تصور وتنزل ستوريز محدش مهتم اصلا بيها. ما يعني النقطه دي جوهريه والله. والله كل الناس اللي دخلت الجيم وغيرت من شكل جسمها واتحسنت وبدات تشوف ريزلتس، طب ما هي ممكن اهو، يعني انا اقدر اعملها زي ما صاحبتي عملتها، وزي ما اخويا عملها، وزي ما الانفلونسر الفلاني عملها، ما انا كمان ممكن اعملها اهو. يعني هي مش مستحيله، الموضوع عباره عن اكل، التزام، ساعة ساعتين من يومي كل يوم بس تمرين. فالموضوع مش صعب. اليوتيوب فيه فري كونتنت اللي ممكن يعني ان انتوا تتعلموا كل حاجة، كل انواع التمارين بالعربي وبالانجليزي وبالهندي وبكل اللغات اللي انت عايزها. كل حاجة بقت متاحة لكل الرياضات. عايز تلعب مصارعة الذراعين ريست هتلاقي، جامب روب نط حبل، سباحه، جيم، سكواش، كل حاجه موجود ليها توتوريالز على اليوتيوب. انا قبل ما ابقى دكتور صيدلي وقبل ما ابقى اونلاين كوتش ودكتور علمت كل حاجه من على اليوتيوب. ما كانش ليا اي مدرب خالص، ولكن اتعلمت بالهارد واي بقى. ما اقعدش بعد السنين بصراحه، يعني انا بتمرن طول حياتي تقريبا. اتعلمت بالطريقه الصعبه، واشيل الوزن ويطلع غلط، يجي لي كرامب، يجي لي مزق، اعمل حاجه وتطلع مش الصح، العب المدى الحركي بشكل غلط، قبل حتى ما الجيم كمان ما يطلع موضه في مصر والوطن العربي. 2010 بقى، 2011 و2009، الايام بقى اللي هي ايه، ما كانش فيها انستجرام اصلا. دي كنت بنزل وكنت بجرب.